السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وصباح الخير عليكم. صباح الرزق، صباح الخير، صباح الورد والتيسير يا ربي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ونصليو على نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا البنات، جيتكم اليوم غنعطيكم واحد الفكرة اللي هي زوينة، وحتى كنتمنى انكم تدعموني في هذا المحتوى الجديد اللي غنبقى نجيب لكم افكار ونتقاسمها معاكم. غنحاول ما نطولش عليكم حتى لا فيديو، وتخرجوا بافكار اللي هي زوينه ويكون محتوى زوين ومحتوى هادف. فكنتمنى انكم يعني تدعموني وتبارطاجيو على اوسع نطاق. اليوم كما كتشوفوا غتقولوا لي ديالاش هاد القرعه، بزاف الناس راهم حاليا ولاو كيعرفوها لان ولات موجوده في الاسواق. المهم هو اننا دابا في هذا الفصل ديال الصيف فالدبان كيكثر علينا صراحه. كيقنطني انا الدبان، كيكرهني كاع في حياتي. وما كنبغيش ندير داك مبيد الحشرات، ما كنبغيش نديرو ليه لان حتى على الحساسيه. فلهذا كنشري انا هذا الخل هو اللي كنخدم به. راه ولا متواجد يعني في جميع المحلات التجاريه الكبرى، يعني في جميع المراكز ديال المحلات اللي كيبيعوا، سواء التجاريه الكبرى. انا ما كنلقاهش الصراحه في الحوانت، ولكن المحلات الكبرى كاين فيها. هنا من بعد شنو كندير؟ كنشد انا هذا الخل. هو راه عنده بزاف الاسماء على حسب اسم الشركه، ولكن هو يكون خل منظف، هذا ماشي ديال الماكله. هذا كما كتشوفوا البنات راه خل ديال التنظيف، راه ولا متواجد، هانتوما راه مرسوم فيه ديال التنظيف والزوين. هو اللي كنخدم يعني بزاف الحوايج، حتى في الماعن، في كلشي كنخدمو. وباقي نعطيكم عليه افكار، يعني فين كنخدموا مثلا في غسالة الاواني ولا هذا. من بعد غادي نقول لكم الافكار كاع والاشياء اللي كنحتاجوا فيها هذا الخل. المهم الفكره الاساسيه اليوم وهو انني انا ملي كنسالي وكنغسل يعني سطح العمل ديالي او البوطاجي، كنشد داك الخل كامل وكنرش على داك البوطاجي ديالي كله. ما كنزيد عليه انا اغلب، يعني ملي كنسالي الخدمه ما كنزيد عليه لا ماء لا والو. كنجي كنخوي عليه هكاك باش كتعطي ديك الريحه ديالو، حيت هو راه ماشي فيه ديك الريحه بحال الخل داك العادي الصفر، اولا بحال الخل اللي كناكلو. لا، هو راه ريحته ماشي حتى لديك الدرجه مجهده، ولكن راه يعني معقم مخير. هنا كنمسح انا سطح العمل كامل هكا بواحد الطوخشون. مهم يعني كلشي كندوز، كنحرص على ان ندوز غير بشويه باش كتبقى غير ديك الريحه ديال الخل هي اللي فوق الرخام. كندوز على البوطاجي ديالي كله على الجناب. اي بلاصه بانت لي كنرش فيها وندوز. كندوز حتى الجهه هكا فين كنغسلوا الماعن في الجناب ديالها. صافي كلشي كندوز عليه باش كيبقى كلشي فيه الريحه ديال الخل. كذلك كندوز للطبله. كما كتعرفوا هو راه كيحماق على الطبله وعلى الرخامه. علاش؟ لان الطبله راكم عارفين مع الماكله ولو كتمسحيها وتغسليها صافي، ملي يدور داك الدبان كيجي وكيبغي يتجمع لك على الطبله. فملي تغسلي الطبله ديالك وديري لها حتى مواد التنظيف، رشي هكا الخل بهذه الطريقه هذه كما وريتك، ومسحيها كامله ديك الميكه ديال الطبله، اولا سواء انت معرياها ولا هذا الخل راه غير يعقمها، ما تخافي عليها من حتى حاجه. صافي وكنمسحها بهذا الشكل هذا. الصراحه كيخليها معقمه، كيخليها نقيقيه، وفي نفس الوقت ما كتخليش الدبان يتحط عليها. بالنسبه للناس اللي ما غيبغيوش مثلا يديروا الخل هكا ويكبوه، انا ما عنديش مشكل، انا كنكبوه وميمطو كندير واحد القرعه بحال هذه. هاد القارورات راهم موجودين 3 دراهم ولا 5 دراهم كنظن. زيدوا عليها الخل، ديروا الماء، ديروا الخل. انا راه هنا كنستعملها دائما، نتوما شفتوا راه يعني ديجا معمراها. كنقرش يعني ملي كنسالي هكا الخدمه ديالي في العشيه، واخا حتى العشيه مثلا نكون هادشي درتو الصباح في العشيه، عاود منين نجمع الكوزينه ولا هذا ونضرب واحد الرشيشات كاع في البلايص اللي كنخدم، البلايص اللي حدايا هكا، فكنمسح بهم. كتبقى زوينه الريحه ديال الخل، وفي نفس الوقت ما كتخليش داك الدبان يتجمد. هنا كما كتشوفوا غادي ندوزو الارضيه. يعني راه عده استعمالات كنستعمل انا هذا الخل. هنا كندوز الارضيه من بعد ما كنسيقها، ويعني كتكون مثلا حكيتوها اولا بردتو الدار، يعني صافي غادي تكرطوا. فخذوا واحد البانيو ديروا فيه الماء مع الخل، يعني لان الدار غتكون طبعا اولا واحد الصالون كبير، فما يمكنش ديك الساعه تبقاي ترشي كلشي. ديروا غير الماء هكا معاه الخل ورشوا في ديك البلاصه اللي بغيتو. رشوا على الدار كامله، وحتى المطبخ هكا الارض ديالو ترشوها كامله وصافي. وتسيقوا
تكرطوها. بغيتو تعاودوا بالنسبه للناس اللي كيعاودوا يعني بالجفاف راه يعاودوا بالجفاف هكا كيقدروا يرشوا شويه د الخل. بالنسبه للناس اللي غيكرطوا عادي غيكرطوا غيخليوها غتبقى معقمه نقيه. صدقوني البنات راه غيفكوا من الدبان، اضافه لها تحسوا بواحد الراحه ديال التعقيم. المهم كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو، نمشي انا نكمل شغالي ونخليكم تكونوا استفدتوا من هذه الفكره، وصدقوني ما غتندموش لا استعملتوا هذا الخل. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.